السلام عليكم ورحمة الله. يا رب مجعوث، حالتي حالة عدنان سعيد. بس الخبر مهم، الخبر مهم حتى ولو أنا مجعوث. آه اليوم على ما وصلني من الجماعة في صنعاء ومن الناس المقربين والمحيطين بالقضية حق بلقيس الحداد، تم اليوم الإفراج عن السلطانة بلقيس الحداد. تم اليوم يعني افرجوا عنها على أساس أنها تسوي الوضع، تدفع ضرائب، هذا على ما وصلني، وتكمل مشروعها عادي. الحين نقول لكم شوفوا يا سلطة صنعاء، شكرا، بارك الله فيكم، هانا، ظاهر منكم واحد عاقل ونحترمه من ما كان. من أصاب نقول له فوق عيننا وراسنا، وانتم صح، الحمد لله، هذه أموال الفقراء وأموال اليتامى وأموال الضعفاء وأموال، شكرا لكم. مانيش معادي لكم عداء شخصي، ما بيني أنا وعبد الملك حاجة شخصية، ما درسنا ايش سواه ودعسني بالجزمة، ما بيش. العداء هنا عداء، مثلا محاصرين تعز هذا بس ما اختلفناش. الآن نتكلم على قضية بلقيس الحداد، فشكرا انهم تفهموا الموضوع، تفهموا الموضوع وتفهم انه وراها اسر، وتفهم انه وراها اموال ناس، وتفهم انه وراها ذهب ارتهن بيوت، بصاير، دنيا، يعني والله حتى نقول لك زواجات تأجلت، زواجات تأجلت، وخلوا المهر على اساس يستثمروه حق سنة، بعد سنة يتزوجوا. فشكرا لكم يا اصحاب المهم هذا سلطة صنعاء. وان شاء الله ان شاء الله تزيدوا يعني تقزموا من الغول الفساد الذي موجود في الشرطه، وحكايه قضيه الاغبري والبحث الجنائي، تربطوا ابتهم. بلقيس الف مبروك خروجك، وان شاء الله ترجعي تعملي للصالح العام، تعملي لاجل هذا ولا الذي كانوا بيقولوا، يعني انت على ما اعرف عنك او على ما سمعتوا عنك انك الثلاثينات، أنا بيكلمني نسوان من فوق ذا العمر بيقولين أمي بلقيس الحداد. فهمي لا وين وصلتي يا بلقيس، تمام؟ الله يسعدش ويحفظش، فعلتي مشاريع جبارة أو مشروع جبار تشكري عليه، وللأمانة أنا أشد على يدش ويد كل الذي حواليش. على فكرة هو العقل الاقتصادي مش ضروري يكون، والأخ العماد لما كان يقول مره هذه المليارات بيد مره، دول كبار بيد نسوان يا أخي، فما نكونش نقزم العقل الاقتصادي. العقل الاقتصادي واحد يرفع راسه فيه. المفروض عندنا زي اوليها الاقتصاد في داخل صنعاء، المفروض هذا لو في ناس عقلاء يعني، بس الحمد لله الحمد لله قد خرجوها، يعني في ناس عقلاء الان تفهموا الوضع، وتفهموا ان الضغط الذي كان على الاسر هذه جيلوه انهم يخرجوا بلقيس تواصل عملها. الله يحفظك يا بلقيس، ركزي على انه زي ما قلت لك في نسوان اكبر منك ورجال اكبر منك كانوا بيقولوا امنا بلقيس. وصلتي إلى مرحلة كبيرة جدا يا بلقيس، الله يفتح عليك، والله يفتح عليكم الذي خرجتموها، حيرجعوا لك فلوسك إن شاء الله بإذن الله. آه و... وإن شاء الله خير. خلنا نترقب الأيام القادمة. أعتقد والله أعلم أنها تخرج أو يخرج المحامي يوضحوا للناس على إيش الاتفاق، لأنه الاتفاق مهم جدا. إني إيش تعمل بالضبط؟ هل تكتب الأصول كلها تحت اسم مثلا قصر السلطانة، مش بالأسامي أشخاص زي ما قالوا فلانة وفلانة ومن أهلها ومن دريدة؟ تمام، على عيني وراسي. هل تدفع الضرائب إذا كان في عليها ضرائب متأخرة؟ برضو حق دولة ولا حد يقدر ينكره، إلا حاجة واحدة الذي ما بنسدش، إذا كان في حاجة اسمها خمس. الخمس هذا في الحروب، ها، في الحروب مش تاخذوا من اقوات الفقراء ولا هذا، بس هذا اللي ما اعرفوش، هذا الذي انا مانيش داري بقول اذا كان في خمس ولا لا. ولكن اذا كان في ضرائب لا، من حقهم، والله من حقهم ياخذوا الضرائب ويعتبروا دولة في صنعاء، رضينا ام ابينا، ما احبهمش، معمل محاصرين مدينة تعز، ولكن
دولة يأخذوا ضرائبهم ويخلوا المرأة تشتغل تطلب الله، والله يفتح عليها الإنسان العاقل الذي يخرجها، حتى لو يكون عبد الملك نفسه. الله يفتح عليك يا عبد الملك على هذه الحركة، لأنه في نساء وأطفال وأرامل ودنيا وبيوت وناس قدك داري قدك داري قدك داري، ومدري انك تهمت الخبر ولا لا، لكن الله يفتح عليك إذا قد خرجتها أنت. هذا والسلام عليكم. كنت حاب أقول لكم والله لو عاد أنا صحيت حلقي ويجعني إلا كنت أحجر وأقرح وأفعلن كلن وتتشقلب، لكن الحمد لله على سلامة السلطانة. وإن شاء الله نشوف بننتظر يومين 3 أيام، نشوف بإذن الله إيش بتسفر عنه، أو أول كلمتين بتقولها الأخت بلقيس. تمام يا مام بلقيس، ركزي على الكلمة هذا بس، ركزي على الكلمة من النسوان إيش بينادنش. السلام عليكم.